الخطوة الأمر إن أنا أبدأ أعمل goals review. يعني أنا حطيت لنفسي إن أنا عايز متارجت إن أنا أتمرن 3 مرات في الأسبوع as بداية يعني. فهبدأ مثلا أحط إن ده كوارتر، أنا هبدأ بعد 3 شهور أعمل ريفيو للهدف ده. هو أنا اتمرنت 3 أيام في الأسبوع الفترة اللي فاتت دي؟ طيب أنا هبدأ أقلل السكر، هبدأ أقلل العيش، هبدأ أبطل سجاير، هبدأ كذا كذا كذا. بعد 3 شهور أعمل ريفيو، أشوف بقى هو أنا احترمت أهدافي دي، هو أنا مشيت عليها، طيب أنا قلشت فيها قد إيه ومشيت عليها قد إيه، وأبدأ أقعد كده أعمل ريفيو لنفسي، أحاسب نفسي. مش إحنا آخر السنة دايما في الشغل والمدرسة بنمتحن ودرجات وأبريزل ميتينجز وكده عشان الشغل يقيمك والمدرسة تقيمك والجامعة تقيمك؟ انت دلوقتي مفيش حد رئيس عليك، انت دلوقتي مدير نفسك، انت بتبني نفسك، فمفيش مدير هيجي يقولك عملت ولا ما عملتش، انت اللي تقعد تشوف انت عملت ولا ما عملتش. وبعد كل ده هتلاقي نفسك بترتب وقتك ترتيبة تانية خالص. هتلاقي مكالمات التليفون اللي كانت بتقعد في الساعات بدأت تقل وتختفي وبتتعمل للضروريات. هتلاقي السكرولينج اللي احنا بنقعد نعمله بلا هدف هتلاقي نفسك بتقلله وبتستخسر وبتحس ان وقتك غالي. انا مش عايز وقتي يروح في الهبل ده، انا عايز وقتي يتعمل فيه 1 2 3. ولو انا قاعد فاضي دلوقتي وعايز افضي دماغي اتس اوكي، بس انا قاعد اعمل كده بوعي، مش وانا ماشي الموبايل سايقني او المسلسل التركي سارقني او كذا. انا مش متسايق، انا عايز اقعد فاضي فقعدت فاضي وانا فاهم ان انا عايز اقعد فاضي. which صحي جدا انك في وقت تفصل تماما وتشد الفيشة تماما وما تفكرش ولا في احلام ولا في طموحات السما، يعني بحلقة في السما وخلاص. وقت التغيير بيبقى فيه حاجة شوية صعبة، اما الواحد بيجي يعمل اي حاجة جديدة بيبقى عايز دعم من اللي حواليه، بيبقى عايز اللي حواليه يسقفوله. بتختلف بقى من شخص للتاني، بس احنا طبيعتنا كبني ادمين عايزين نحس انه عندي belonging، يعني انا شبه الناس، انا عندي فلان صاحبي شبهي، انا بشتغل مع الناس دي فعايزه ابقى شبههم. ففكره ان انا استنى الناس تأيد اللي انا بعمله وتسقف لي مش هيحصل، بنسبة كبيرة مش هيحصل. بنسبة كبيرة ممكن تعمل حاجات انت حاببها والناس مش فاهمة انت بتعمل كده ليه، او بتتريق، او يعني الناس اللي مش فاهمة دي طيبين، يعني في ناس بقى ممكن تتريق وتنتقدك وتقول لك كلام انت يعني يحبطك. فمش لازم الناس تسقف لك، مش لازم تشارك اهدافك مع كل الناس، مش لازم يعني تاخد ابروف من كل الناس، ان الناس تابروف تصرفاتك وتقول لك انت تمام كمل انت استثنائي. مش لازم، يعني مش كل الوقت هتلاقي ده. فحط مجهود في نفسك وخليك فاهم ان ده هيعود عليك في حاجات كتيرة جدا في كل حاجة، وما تستناش حد يسقف لك. من الحاجات اللي بتغير الحياة خالص فكرة ان انا لما اسمع حد بيتكلم على مشكلة مردش عليه واقول له والله وانا كمان، لا كلنا تعبانين، انا تعبان اكتر منك، انا تعبان في الشغل، انا تعبان اكتر منك، انا مطحون مع ولادي، انا مطحون اكتر منك. يعني المزايدة في المعاناة مش هتوصل لحاجة خالص، مش بتوصل فعلا لحاجة خالص، غير ان هي بتسيب امباكت علينا. ان انا بقيت متعود ان انا افضل يعني اندب واركز في السلبيات واقول اللي مضايقني والحاجات الحلوة مخي بيمنتجها. ما هو انا مش معودة مخي ان انا اتكلم في حاجة حلوة، مش معودة مخي ان هو يذكر حاجة حلوة ويمتن للحاجات البسيطة اللي عندنا. فانا مخي بقى بيكبر دايما الحاجات الوحشة، ما هو ده اللي هو مركز عليه فهو ده اللي شايفه، فبالمنطق انا مش هشوف غير اللي انت مركز عليه، فانا مركز على الندب والشكوى. فما نزيدش على بعض، يعني طاقتي دي لو ركزتها في ان انا امتن لحاجات بسيطة. احنا شايفين دلوقتي في غزة ان في ناس بتتقتل، وفي ناس ما عندهاش مية، في ناس ما عندهاش بيت، في ناس ما عندهاش اكل، في ناس ما عندهاش اهل، في اهل ولادهم ماتوا.
بالتالي مفيش وقت انسب من ده ان احنا نمتن لشوية المية الساقعين، للتكييف، للبيت اللي مقفول علينا، للأكل اللي في التلاجة، أنا عارف أمشي، أنا عارف أتصل بأهلي أطمن عليهم، أنا عارف أشوف، أنا عارف أحضن اللي بحبهم. فمفيش وقت أنسب من ده إن إحنا نتعلم نمتن للنعم المنسية اللي إحنا مش واخدين بالنا منها. نركز على موضوع الجراتيتيود، إن أنا أمتن لحاجات. مرة سمعت أمينة خليل بتتكلم إن هي متعودة كل يوم الصبح تكتب 20 حاجة ممتنة ليها. ففي الوقت اللي بقعد أكتب فيه الصبح بحاول على جنب كده أقوم عاملة مربع كده وأكتب حاجات حلوة. وخدت بالي إن أنا بكتب إن أنا عندي تكييف، إن أنا عندي مية ساقعة، إن أنا عندي ابن بحضنه، إن أنا عندي أكل في التلاجة. فخدت بالي ان انا بقيت افرح بحاجات بسيطة قوي، وده كان ممكن ما يحصلش قبل كده. يعني لو نزلت اشتريت توكة انا بفرح، لو نزلت شميت شوية هوا ولقيت الجو حلو ومش حر وفيه شوية شمس وهوا حلوين بفرح. انا ما كنتش كده. فخدت بالي ان فكرة ان انا امتن، انت هنا عملت لمخك كده، خليته يشوف ايه الحاجات الحلوة وبدأت تركز له عليها، فهو بدأ يشوفها ببساطة. فعشان كده بتكلم في فكرة المزايدة دي مش هتفيدني في اي حاجة. لو لقيت حد واخد اللاين بتاع الشكوى ما تزايدش عليه وما تعليش عليه وسيبه، يعني عسى ان ربنا يخليه يستوعب في يوم من الايام ان ده مش حل، او عسى ان هو محتاج يقول الكلمتين دول دلوقتي، وعسى ان هو لو دعيت له دعوة احسن بكتير ما تقول له والله ده انا زيك واكتر، والله ده كلنا قرفانين. هو يعني عامة انسان مش محتاج يسمع كده خالص. اخر حاجة عايزة اقولها، كان نفسي قبل ما ابدأ الفيديو ما يطولش مني، بس وانا بتكلم قررت ان انا هقسمه لحتت لانه الموضوع كبير قوي، يعني وصل 40 دقيقة. فاخر حاجة يعني حب نفسك شوية. حب نفسك دي اهتم بيها بقى على كل الجوانب. حبها وانت بتاكل، شوف انت هتاكل ايه. حبها وانت بتنام، نام وقت كافي. حبها وانت بتدخل علاقة، احترم نفسك وحبها بحيث انك تنقي الاشخاص المناسبين اللي تدخل معاهم علاقات، سواء صحوبية او سواء حب وجواز وكلام من ده. حب نفسك كفاية انك تراعيها، تطورها. اكسر الباترن، مش لازم نمشي زي ما كل الناس مشيت، مش لازم اعمل كل الحاجات وتبقى approved من الناس، مش لازم ابقى زي كل الناس اصلا. يعني لو ناس نجحت في ان هي قعدت في شغلها مثلا 20 سنة فبقوا مديرين وليهم بوزيشن محترم وبيقبضوا ارقام كبيرة، ممكن حد تاني ينجح وهو مش في وظيفة اصلا وبيعمل حاجة هو بيحبها والحاجة دي تنجح ويبقى معاه ارقام كبيرة وبيبقى مبسوط في شغله ويبقى عنده مهنة محترمة جدا وهو مشي في سكة تانية خالص. مش لازم تستنى الدعم من الناس. حب نفسك شوية واشتغل عليها شوية واديها شوية مجهود.